ليه دايما تعبان وحاسس ان انا عايز انام حتى لو نمت كويس؟ تعال اقول لك على 5 حاجات بتاثر على جوده نومك وبتخليك دايما تعبان، والخمسه هي الاكثر شيوعا بينا. وكمان هقول لك على روتين بيخليني افضل فايق ومركز طول النهار. بس اعمل لايك واشتراك في القناه ويلا نكمل. اول حاجه هي الساعه البيولوجيه، وده نظام اللي ربنا حاطه لجسمك. جسمك عنده ساعه داخليه بتتحكم في كل حاجه، امتى تنام، امتى تصحى، امتى تحس بالجوع، وامتى تبقى فايق. الساعه دي شغاله بدقه رهيبه، بس احنا للاسف بنبوظها كل يوم. يعني لما تسهر كل يوم في ميعاد مختلف او تصحى متاخر في الويك اند، جسمك بيتلخبط، والنتيجه الكورتيزول اللي هو هرمون النشاط بيشتغل في وقت غلط، وهرمون النوم اللي هو الميلاتونين بيبدا في وقت غلط. حتى لو نمت 8 ساعات جسمك مش بيحس ان هو نوم مريح. نصيحه، خلي ميعاد نومك وصحيانك ثابت قدر الامكان حتى في الويك اند، وجرب تبعد عن الموبايل قبل النوم نص ساعه على الاقل. الضوء الازرق بيأثر على الميلاتونين فبتفضل صاحي ومخك بيفضل شغال. تاني حاجه الاكل اللي بيسحب طاقتك من غير ما تحس. ناس كتير فاكره ان هي بتاكل كويس، بس الحقيقه نوعيه الاكل هي اللي بتفرق. مثلا لو فطارك عيش ابيض وجبنه وشاي مسكر، كده انت بتبدا يومك بوجبه بتطير السكر اللي فوق، وبعدين بينزله فجاه. ده اللي بيخليك بعدين تحس انك انت هتنام على المكتب. وبرده الغداء اللي بيبقى تقيل قوي، وخصوصا اللي فيه دهون كتيره، مكرونه بقى او رز، دول بيخلوا الدم بيروح للهضم بدل المخ، فيخليك تحس ان انت عايز تنام. جرب كده تبدا يومك بحاجه فيها بروتين والياف زي بيض او شوفان او توست اسمر مع زبده فول سوداني، وهتحس بالفرق حرفيا في الطاقه. ثالث حاجه نقص الفيتامينات والمعادن. لو بتاكل كويس وبتنام كويس ولسه تعبان، يبقى لازم تعمل تحاليل بسيطه زي فيتامين دي والحديد وفيتامين بي 12، لان النقص في الثلاثه دول بالذات ممكن يخليك تعبان ومرهق ومش مركز. لان الحديد مسؤول عن نقل الاكسجين، وفيتامين د مسؤول عن المناعه والمزاج، وبي 12 بيأثر على الاعصاب والطاقه. يعني باختصار جسمك محتاج بنزين عشان يشتغل صح. رابع حاجه قله الحركه. الناس اللي ما بتتحركش كل يوم هي اكتر ناس بتحس بالتعب، لان الجسم بيتبرمج على الكسل. حتى لو نمت كويس بيبقى خامل. جرب كل ساعتين تقوم تتمشى شويه حتى لو 5 دقايق، وتعمل تمارين تمدد بسيط. ده بيحفز الدوره الدمويه وبيخلي جسمك يصحصح. خامس حاجه الضغط النفسي والتفكير الزايد. لو طول الوقت دماغك مشغوله في شغل، في مشاكل، في قلق، فده بيستهلك طاقتك اكتر من اي مجهود بدني. المخ بيبعت لجسمك اشارات تعب حقيقي رغم ان انت ما عملتش اي حاجه. والحل، جرب قبل النوم تكتب افكارك والحاجات اللي مضايقاك. الموضوع بسيط بس بيساعدك تفصل وتنام براحه. خلاصه، لو حاسس ان انت دايما تعبان جرب تظبط الخمس حاجات دول. 1. نومك في ميعاد ثابت. 2. اكلك يكون صحي ومتوازن. 3. اتاكد من الفيتامينات والمعادن في جسمك. 4. اتحرك ولو شويه صغيرين. 5. خفف ضغطك النفسي. تعالى بقى اقول لك على الروتين اللي بيخليني افضل فايق ومركز طول النهار، اللي انا قلت لك هقوله لك في اخر الفيديو. الروتين ده بيبدا من بالليل، بنام الساعه 10 وبصحى الساعه 5 الفجر، واروح اصلي وارجع اجهز وجبات اليوم كله، واكل حاجه خفيفه زي فاكهه واشرب قهوه، وبعد كده بروح الجيم قبل الشغل، وكنت برجع من الشغل الساعه 9 بالليل. وعايز اقول لك ان الموضوع ده بيخليني رايح الشغل وانا مركز وفايق. وممكن تاخد قيلوله ساعه وسط النهار لو ده مناسب لشغلك. جرب الروتين ده اسبوع واحد بس، وهتتفاجئ قد ايه جسمك ابتدى يصحصح فعلا، ومش مجرد يصحى من النوم. صدقني مشكلتك مش في الكسل، مشكلتك ان جسمك بيقول لك انه محتاج تظبيط مش راحه. ابدا بالتغيير البسيط وهتشوف فرق كبير جدا في يومك ونشاطك. واوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.